الحلاوه دي يا ميزو؟ يا حبيبي يا نيو، ده حلاوتك يا جميل. الحمد لله. قولي ايه احساسك والنجمه ميس حمدان والنجمه الجميله هالة فاخر كانوا واقفين جنبك على المسرح النهارده؟ طبعا كنت مبسوط جدا ان هم معانا برضو في النهائي، وكنت فرحان قوي. يعني كان عندي ثقه كبيره جدا بصراحه. كنت بتعامل بطبيعتي، مش مزنوق او مخنوق او متضايق او حاسس بتوتر حاجه زي كده. لا، والتاني خبره طبعا يعني استاذه هالة. لا انا بجد انا مبهوره بيه، يعني هو ما شاء الله شال المشهد يعتبر لوحده. احنا دخلنا في اخر المشهد يا دوبك فرشنا له شويه عشان نساعده. ما بنقولش احنا بنمثل، ده بالعكس هم يعني احنا عوامل علشان نبقى واقفين كده جنبيهم وهم براحتهم. هتحافظ يا ميزو على نفس الليفل في المشهد الجاي؟ لا، استاذه هالة واستاذه ميس مش معايا، فممكن انزل. قولي يا ميزو عشان اسيبك تحضر المشهد الثاني، ايه احساسك وانت خلاص هتغادر مسرح ده كوميدي النهارده؟ والله الواحد يعني انا عشت تجربه جميله جدا في البرنامج، واخدت خبره كبيره طبعا، والناس هتوحشني بصراحه. كل الناس اللي اشتغلت معاهم في البرنامج هيوحشوني جدا. طب يلا روح اشهد المشهد الثاني يا ميزو، سيبني مع هالة وميس. باي. منورينا المره الثانيه على مسرح ذا كوميدي، منورانا ومنوره الدنيا كلها مدام هالة. منورانا يا ميس. روح قلبي تسلمي. قولي لي انت في الاول ايه رايك في اداء ميزو؟ انا حاسه انه اتقدم عن المره اللي فاتت، بقى عنده ثقه انه حتى لو لو ممثل بيجي على مسرح وبيقعد على الكرسي والكرسي اتكسر ممكن يتلخم شويه. انا حسيت انها مقصوده. شوفي من كتر ما هو عارف يتعامل مع الموقف بالظبط كده. فمن بره انا قلت له برافو بصراحه، برافو انه تغلب على يعني ما عملتلوش اعاقه. خدي بالك هو تقريبا كان معظم المشهد يعتبر لوحده، يعني هو كان قاعد عايش مع نفسه، ودي حاجه مش سهله ابدا. عمل نوع كوميديا اللي هو يعتمد على الحركات وعلى الفيشل اكسبريشنز، يعني عمل موقف مع الشخصيه مع الكاركتر اللي هو فيه مجموعه كتيره وفيشل اكسبريشنز كتيره. فلا برافو عليه. شايفين انه يستاهل 8 ولا كان يستاهل اكتر؟ حلو، ال8 دول حلوين ووحشين. يعني 8 على اول سكتش معقول. ده هيديله حافز اكتر. يعني خد 8 المره دي، المره الجايه عايز يعلى. فحلو يعني. لا هم فير جدا بجد، اللجنه فير جدا. نورتونا ومنورينا دايما، وان شاء الله تتبسطوا معانا لاخر السهره. الله يا حبيبتي. ثانك يو مدام. هنرجع لك اللي جاي صح؟ ان شاء الله. باي.